لو انا سبت شخص علشان حرام وعشان مش مرتاحة، اخد ذنب حزنه او انه مش عارف يعيش حياته؟ الجواب لا، وبعدين اشرح. الخطأ لا يعالج بالخطأ، انما الخطأ يعالج بالصواب. فلو في واحد مصاحب بنت وبعدين عرف ان الصحوبية حرام، بأدب وذوق بيعمل كلوجر للموضوع، مش بيختفي اكراما لهذه النفس البشرية اللي بتحبه، انما بيرفع سماعة التليفون وبيقول لها: يا بنت الناس، احنا في علاقة ما ترضيش ربنا، وربنا بيقول في القرآن: ولا متخذات أخدان، وبيقول للرجالة: ولا متخذي أخدان. الخدن يعني الصديق. فيا بنت الناس، انا بستأذنك ان احنا نسيب بعض دلوقتي، واوعدك ان انا هشتغل واحوش واتقدم لك لو انتي قررتي تنتظريني. زعلت او حزنت، ده حالها مع الله، وانت كمان هتزعل وتحزن، وده حالك مع الله. ونفس الكلام لان السائلة بنت. لا، انت هتسيب الولد لان معرفتي ان العلاقة دي محرمة، هتسيبيه بأدب وذوق واعتذار ان انتوا مش هتكملوا، وشرح انك بتعملي كده عشان ربك وعشان ربه، اللي هو الواد ربنا سبحانه وتعالى. ربك وربه هو الله سبحانه وتعالى، ولكن في الاخر اقصد عشان علاقتك بالله وعشان علاقته هو كمان. فاذا حزن، دي رحلته في التعافي من علاقة محرمة. ربنا اكرم بيكي ان حضرتك سبت العلاقة دي، لان كان ممكن يبقى نصيبه واحدة تبقى مش فارقة معاها ولا حلال ولا حرام، والمهم ان نبقى بعض ونقرب من بعض وننبسط مع بعض، فيثقل ميزان السيئات. فانت نعمة انك انت اللي كنتي معاه. بس اهم حاجة بهدوء وسكينة وادب ننهي العلاقة دي ورحمة، ثم بعد ذلك يا رب كل واحد فيكم ياخد وقته في التعافي، وربنا يبدل سيئاتكم حسنات.